علم الزمالك اليوم أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تصعيد الأمر ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن العقوبات التي تم توقيعها على الزمالك، حيث غرامة 200 ألف دولار والحرمان من الجمهور مباراتين، في تلكيك متعمد من الاتحاد الإفريقي ضد الزمالك الذي تم رفض الطعن الخاص به على هذه العقوبات. يستعد الزمالك لتصعيد الأمر ضد الاتحاد الإفريقي في الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، حيث قرر الزمالك الاستئناف على هذه العقوبات في المحكمة الرياضية الدولية، كونه يري وكل صاحب بصيرة يري أن العقوبات قوية جدا على نادي الزمالك، حيث الزمالك لم يكن مسؤول في نهائي الكونفدرالية عن إجراءات التنظيم، وبالتالي ما صدر من عقوبات هو عقوبات ظالمة على الزمالك عن آخر مستجدات ملف التعاقد مع أوفي إيجابيا، صفقة الفريق المنتظرة في شهر يناير، اللاعب الذي يسعى الزمالك لضمه إلى صفوفه بطلب من جوميز المدير